السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكة الحليب بطريقة سهلة جدا وسريعة ان شاء الله، مش هتاخد من وقتكم اي حاجة. شايفين يا جماعة كيك حلوة قوي، هشة وطرية بجد تحفة. من جمالها ما قعدتش يعني لاخر اليوم. يلا بينا بقى نشوف الطريقة مع بعض. هنحتاج كده 3 بيضات بحرارة الغرفة، وهنضيف كمان عليهم كوباية من اللبن، وهنضيف كمان فانيليا باودر. الفانيليا الباودر بتبقى احلى من السايلة. وهنضيف يا جماعة بصوا ربع كده معلقة محسن جل. محدش بقى يدخل يقولي المحسن الجل غلط، انا عارفة، بس يعني احنا بنحطه للتورت وبنحطه لحاجات كتير. هنضيف كمان كوباية الا ربع من الزيت كده واحنا بنضرب، وهنضيف كمان كوباية من السكر واحنا شغالين ضرب كده. نضيف المكونات بتاعتنا، كوباية كده من السكر، وعندي نخلة 3 كوبايات ممسوحين كده من الدقيق. هضيف كمان معلقة كبيرة بيكنج باودر. انا عندي كده المعلقة يعني ما كانتش مليانة فكملت كده. هضرب بقى على الهادي كده يعني ضربة بسيطة، مش هنكتر في الضرب لما نضيف الدقيق. خلاص كده. شايفين يا جماعة لونها فاتح وحلو قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها. هنحضر بقى الصينية بتاعتي. عند الصينية كده هدهنها بالسمنة كويس قوي. صينية يعني تكون كبيرة علشان خاطر احنا مش عايزينها قوامها يبقى عالي قوي. هنغلفها كويس قوي كده بالسمنة علشان خاطر الكيك ما يلزقش معانا. هبدأ انزل بقى الكيك بتاعي كده في الصينية، زي ما انتم شايفين كده. انزل بأي حاجة كده موجودة في المعلقة بتاعتي. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. هحضر بقى الكراميل بتاعنا. هضيف كده كوباية من السكر، عليها بقى شوية مية صغيرين كده حوالي ربع كوباية كده على حروف الحلة بتاعتي او الطاسة اللي انا بعمل فيها. وهبدأ بقى كده اول ما تاخد لون من السكر ياخد لون كده من الحروف، ابدأ اقلب وادوب السكر كويس قوي لحد ما السكر كده ياخد لون حلو كده. هنزل بقى بكوباية من المية عليها معلقة من النشا، وهبعدها بقى عن النار كده وانا بقلب، علشان خاطر لو حطيناها على النار وانا بقلب كده ممكن تنحرق. هنقلبهم كده كويس قوي مع بعض. لو حسينا القوام تقل قوي ممكن نزود شوية مية صغيرين، بس انا كده القوام كان مظبوط. هنزل بقى، شايفين يا جماعة قوامها كده حلو قوي. كمان لما هتدخل التلاجة يعني هتتقل اكتر. هدخلها التلاجة كده. هعمل بقى كريم شانتيه بتاعنا. انا عندي كيس كريم شانتيه جاهز. هضيف عليه نص كوباية لبن او مية متلجة. طبعا هو عليه السكر، مش هضيف عليه اي سكر ولا اي حاجة. هضربهم بقى، نضربهم بالمضرب او بالعجان، باي حاجة عندنا يعني. عندي بقى الكيكة اهي، شايفين بعد ما طلعت من الفرن بجد هشة وحلوة قوي. قلبتها كده على الوش التاني، شايفين يا جماعة تحفة. هسقيها بقى كوباية كبيرة كده من اللبن. عندي كوباية كبيرة كده من اللبن الساقع، هنزل بيه كده. هسقيها كويس قوي باللبن كده. ممكن نزود كمان لبن عن كده، بس كده كفاية زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بقى بالكريم شانتيه، اسويه كده على وش الكيك.
اتمنى يا جماعة لو الطريقة دي تكون عجبتكم تدعموني كده بلايك وكومنت حلو كده زيكم، عشان بفرح قوي لما بشوف الكومنتات بتاعتكم، حفزوني يعني كده ان انا اكمل. هفرد بقى يا جماعة الكريم شانتيه كده زي ما انتوا شايفين. هنسيب بقى حوالي معلقتين كده يعني علشان خاطر نبقى نحطهم كده ايه، نعمل بوم خطوط كده على الوش. او لو متوفر عندنا شوكولاتة بيضة كده هنسيحها على حمام مائي ونضيف لها حوالي معلقتين كده من الزيت، هتبقى حلوة قوي. ونعمل بقى بيها كده ايه خطوط يعني على الوش كده، بتبقى شكلها جميل. هنحاول بقى نسوي الوش كده على قد ما نقدر يعني زي ما انتم شايفين كده. حطيت الكراميل بتاعنا في كيس تلاجة وهبدأ اضيفه كده، هبدأ اضيفه كده على الكيك بالشكل ده بالراحة كده، خطوط كده بالراحة عشان خاطر الكريمة يعني ما تسحش كده في بعضها، بس اهم حاجة الكريمة تكون متماسكة. هنبدأ بقى نحرك الصينية كده علشان خاطر الكراميل يتوزع كده في كل الجوانب زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اعمل خطوط كده من الكريمة كده اللي انا شايلاها. انا طبعا ما كنتش شايلة كتير فعشان كده عملت خطوط كده بعيدة عن بعضها، فيعني لو نشيل اكتر من كده يعني عشان نعمل ايه خطوط ضيقة بيبقى شكلها احلى زي ما انتم شايفين كده. بجد حلوة قوي. وبظهر معلقة بقى او بخلة اسنان او بشوكة او اي حاجة نعمل كده خطوط كده زي ما انتم شايفين. نعمل خطوط تموجية كده. شايفين يا جماعة بجد شكلها تحفة حلوة قوي. هنقطعها بقى عشان تشوفوا شكلها كده من جوه. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفة وطرية وحلوة قوي. حلوة قوي، باين حتى من شكلها يعني الشكل بيتكلم عن نفسه. هنطلع بقى قطعة كده. شايفين جمالها؟ طرية وحلوة قوي، تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بوصفاتي الجديدة. وما تنسوش كمان تشاركوا الفيديو ده لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. ما تنسوش تصلوا على النبي. تعالي هنا يا روح، تعالي يا قلب، تعالي يا جنان، تعالي جمنيه. أصلا يا ماما.